كتير قالت لي يا رشا عايزين صوتك الاصلي اللي هو داخل الفيديو، يعني صوت المواعين وصوت الطبخ وصوت كل حاجه كده. حاولت اعمل كده والله يا بنات زي ما انتم شايفين كده، يعني حاولت ان انا اخلي صوتي طبيعي كده على طول في الفيديو، لكن للاسف كان اصوات الحلل بقى واصوات مش عارفه كانت ما كنتش هتسمعوني كويس، فلقيت انه مش حلو بصراحه، فقلت ايه اركب تاني الصوت. معلش اعذروني لغايه بس ما اجيب مايك كده والصوت هيظبط معايا. صباح الفل وصباح السعاده، هو صباح الهنا، صباحكم محبه وفرح ورزق وراحه بال، صباحكم دعوة حلوة من القلب ليكم ولأولادكم ولأولادي، ربنا يجبركم جبر يتعجب له أهل السماء وأهل الأرض، اللهم أمين. وحشتوني جدا يا بنات من الفيديو اللي فات. فيديو النهاردة جديد إن شاء الله. وقبل ما نبدأ الفيديو بتاعنا كده، لو أول مرة بتشوفيني، أنا أختك رشا ودي قناتي فضلا منك وليس أمرا. اشتركي في القناة وفعلي الجرس على كلمة الكل عشان يوصلك مني كل فيديو بنزله. النهاردة بقى يا بنات أنا رجعت من شغلي كده، عايزة أعمل للعيال أكلة حلوة. فاهمين انتوا بقى؟ يعني طبعا انا كنت جايبه معاكم في المشتريات، كنت جايبه حمام. قلت بقى يا بنتي ايه ما تسيبوهوش في الفريزر علشان ما ينشفش، هو اصلا مش كبير مش كبير قوي، بس طعمه يا بنات والله كان زي الفل. المهم طلعت الاربع حمامات اللي انا كنت جايباهم معاكم والكبد والقوانص بتاعتهم، وكمان كنت جايبه فرختين فخدت الكبد والقوانص بتاعتهم. همسكها اقطعها تقطيعه حلوه كده كله، وابدا ايه اعمل بيه الحمام، هحشي بيه الحمام مع رز. طب يا رشا مش بتحشي فريك ليه؟ ولادي مش بيحبوا الفريك. تمام. وبصراحه مش هكذب عليكم، انا يمكن ما عملتهوش قبل كده، يعني يمكن كلته بس بره، ما يعني عند ماما عند عمتي، لكن بصراحه انا ما عملتهوش قبل كده. تمام. كنت مطلعه طبعا اللبن اللي هدس بيه الرز كده يفك، ومعاكم بقى واحدة واحدة ونقول الطريقة ايه. بس يلا بينا نصلي على الحبيب علشان قلبنا يطيب. اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله وعلى آله وأصحابك أجمعين. بص يا ست الكل، أنا حطيت طماطماية، حطيت بصلاية، ورق لورا عندك حبهان حطي، عندك مستكة حطي، ما كانش عندي بصراحة. تمام. هنا بقى هناخد معلقة سمنة بلدي كده ونحط الطاسة وننزل بالكبد والقوانص بتاعتنا وبصلاية صغيرة. بصوا بقى انا جايبة البصل ناعم، يعني انا عايزاها ما تبانش اصلا، يعني لو الولاد بتاكل ما تحسش ان في بصل. تمام. لان في ولاد كتير يعني ولادنا كتير مش بيحبوا البصل يبان في الرز في الاكل في الكلام ده كله، وانا ولادي منهم، فبعمل البصل ناعم جدا جدا ما بيبانش. تمام. هنزل بالكبد والقوانص زي ما انتم شايفين كده. بصوا انا بحب اصلا القنصه تبقى مقرمشه، فاهمين؟ عشان انتوا هتقولوا لي ان الكبده بتستوي قبل القنصه، اوكي انا عارفه، بس انا بحبها مقرمشه مش بحبها مهريه، مش بحبها مستويه قوي، فبنزل بيهم الاتنين مع بعض. كمان طلعت حته كده، شفتوا بقى فايده التفريزات؟ ان انت بتبقي جايه مستعجله من شغلك مفيش وقت، عايزه تطلعي كل حاجه جاهزه عندك، يا دوبك تطلعي على العمايل بسرعه. ويا سلام بقى لو كل حاجه جاهزه على التسويه. هنعمل حاجات كتيره جدا الفتره الجايه ان شاء الله، وان احنا نقدر ان احنا نطلع الحاجه على الفرن على طول او على النار على طول، بحيث ان احنا في كتير مننا بيشتغلوا طبعا فما بيبقاش عندهم وقت. هنا بقى هحط ملح وفلفل وكمون، وهبدا ان انا اقلب الكمون زياده معايا على فكره. هبدا ان انا اقلب بقى لغايه ما تستوي معايا. وانا كمان غسلت شويه الرز اللي انتوا شفتوهم دول ونقعهم بميه سخنه، ليه؟ عشان عايزاهم يستطروا، لان انا مش هديهم كتير على النار، يعني يا دوبك هشوحهم كده على النار واسيبهم زي دقيقتين كده وخلاص. تمام. ياخدوا كده من التتبيله اللي انا عملتها بالكبد والقوانص، وبعد كده هبدا احشي بيهم الحمام. طيب انا علقت الميه دي عشان اسلق فيها الحمام. انا عندي 4 حمامات يا بنات، 3 هسلقهم وواحده هحطها في برام الرز. تمام. البرام اللي عندي مش كبير عشان كده ما قدرتش احط غير واحده، هو ياخد 2 بصراحه، بس انا بخاف ان انا قاعده في اخر الدنيا والله يا جدعان. وبرده بصوا صوت المطافي جايلي او صوت الاسعاف، عارفه اعمل ايه؟ اعمل ايه يا جدعان؟ انا ساكنه في السادس والله العظيم. هحط كده زي ربع كوبايه من الميه. خلاص يا عم اهو مش الراجل المهم همسك الحمام بتاعي كده بصي اتاكدي برضو ان الحمام من جوه نضيف، غسلينه زي الفل، بس ساعات كده بتلاقي مثلا
مش عارفه ميه، حته تلجه، لا حاولي ان انت لو في حاجه اغسليه تاني، اشطفيه كده تاني وصفيه. تمام. انا بقى لا عملت بخله ولا خيطته ولا اي حاجه من دي خالص. تمام كده، انا سبته زي ما هو كده وكتفته. وعايزه اقول لك ان انا اصلا ما نزلش رز خالص في الشوربه، وهتشوفي معايا برضو دلوقتي. تمام. هنحشي كده الحمام زي ما انتم شايفين. عايزه اقول لكم يا بنات والله هو الاربع حمامات دول بسعر فرخه. يعني لو الفراخ غالية مثلا ب200 ولا حاجة، الحمام ده بسعر فرخة. أنا جايبة الحمام اللهم صل على سيدنا محمد كان ب240 جنيه، و20 تنظيف 260 جنيه. لو جبتي فرخة كبيرة عشان تقطعيها بالسعر ده. بس احنا بنقول ان لازم كده، ولادنا ساعات بيطلبوا مننا أكلات معينة، فاحنا لازم ان احنا برضو نعملها لهم، ما نخليش نفسهم في حاجة ما دام قادرين ان احنا نجيب. تمام. وعايزه اقول لك ان فكره ال10 جنيه ان انت تشيلي 10 في 10، ممكن ما تبقيش محتاجه حاجه تجيبيها فوفرتي كتير. ممكن توفري 10 في 10 في 10. تقدري بعد كده انك انت تجيبي لاولادك كل اللي نفسهم فيه. تمام. ما تقوليش لا مش عارفه اوفر، مش عارفه اشيل. احنا كلنا ستات شاطره نقدر نعمل كل حاجه. هنا الميه بتاعتنا كانت غلت، هنزل بقى كده بالثلاث حمامات بتوعنا وهغطي عليهم واسيبها تغلي، وبعد كده اوطي واحط بقى واروح بقى اعمل الرز معاكم دلوقتي. بصوا انا قلت ايه، احط الملح علشان انا ساعات بنسى الملح. تمام. فقلت مش مشكله احط. تمام. جبت بقى هنا هو الرز بتاعي. عايزه اقول لكم ان انا يعني ما عنديش رز، فبجيب كيلو بكيلو بصراحه اليومين دول. على بس ما انا بحوش، والله العظيم بحوش ال10 جنيه اللي انا بكلمكم فيها من زمن. وهفتح الحصاله معاكم وهروح اجيب رز ان شاء الله. ونكمل بقى اذا كنا عايزين زيت لرمضان نجيبه، سكر لرمضان على اللي احنا بنشيله بتاع التموين نجيبه. فاهميني؟ فان شاء الله هنشيل حبه حلوين يعني. هفتح لكم الحصاله وهنلاقي فلوس حلوه يعني. والله ومش بتاعه القبض بتاعي، عشان محدش يفكر ان انا بقول كده وعشان انا نزلت اشتغل فبشيل فلوس القبض. لا، ما بحطش في الحصاله فلوس القبض بتاعي بتاع شغلي خالص. انا بحط في الحصاله من مصروف بيتي اللي جوزي بيديهولي. بشيل ال10 جنيه، بشيل 5 جنيه، ممكن يوم اشيل 20، ممكن يوم اشيل 15، ممكن يوم اشيل 50 على فكره يعني. هقول لكم يعني ساعات بعمل اكل ما بيعديش معايا ال100 جنيه والله. كمان عايزه اقول لكم ان البيض رخص. انا بجيب البيضه ب5.5 مثلا، وفي ناس بتبيعها ب5 كبيره ما شاء الله. ممكن شويه بيض وكشري كده حلوين مش هيكلفوكي برضو ال100 جنيه. احنا ستات نعرف ندبر ونوفر. هنا بقى جبت كيلو الا ربع من اللبن وحطيت عليه شويه فلفل اسمر. عايزه اقولك الفلفل الاسمر مع الرز المعمر الله عليه، الله 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 الله، جميل جدا وطعمه حلو قوي قوي. طبعا يا بنات انا كنت جايبه كيلو سمنه بقري وكنت مسيحاها وهعمل بيها. عايزه اقولك ان السمنه الصفرا دي حلوه قوي قوي يا بنات، والله العظيم اول مره اجربها اصلا بس عجبتني. تمام. هنا بقى ايه، نحط شويه الفلفل، نحط شويه الملح، نقلب كويس كده عشان ما يبقاش الملح معانا متكتل، وننزل بقى على الرز بتاعنا كده. عايزه اقول لكم اسهل ما يكون الرز المعمر ده. تمام. حط بقى شويه ميه كده وابداي ان انت دوبيهم كويس وانزلي على الرز. كان في ناس في الفيديو بتاع المشتريات كتبت لي ان المشتريات عندهم اغلى من عندنا بكتير. يعني البسله عندهم ب30 جنيه. ليه؟ لا اله الا الله بجد. على فكره يا جماعه ده بحس انه بيبقى من البياع نفسه. في كل حته في اسعار غير التانية. يعني حتى عندنا هنا في اسكندريه في ناس بتبيعها ب15، في ناس بتبيعها ب20، في ناس بتبيعها ب25. القلقاس نفس الكلام، في ناس بتبيعه ب25 وناس بتبيعه ب35 وناس بتبيعه ب40. طب ليه كده يعني؟ مش فاهمه بصراحه. بس بصوا لما تلاقوا الاسعار غاليه كده ما تشتريش من الشخص ده، دوري مره واتنين وتلاته. انزلي السوق متاخر شويه، يعني مثلا ما تروحيش سوقك الساعه 8 الصبح ولا 10. انزلي سوقك كده على الساعه 11 12 بجد والله. واحده كمان لو تقدري هتلاقي بقى الحاجه بدات ترخص خالص. يعني الناس عايزه تروح بقى، البياعين عايزه تروح فبتبدا تنزل في الاسعار. انا مش فاهمه ليه اول ما بيفتحهم او اول ما بيبداوا ان هم يفرشهم بيغلوا الحاجه. يعني مثلا الخيار ب30 جنيه وب35 جنيه ليه؟ والغريبه ان انا بلاقي ناس واقفه عليه. اه والله بلاقي ناس واقفه بتجيب. طب بتجيبيه ليه ب35 وب40 جنيه الخيار؟ يعني هو مش، بصوا هو مش حاجه ضروريه، ده هو للسلطه
او مش عارفه اقول ايه. يعني هو انا شايفه ان مش ضروري، يعني لما نلاقيه بالسعر ده فمش ضروري. الناس بقى المقتدره خلاص ربنا يزيدكم يا رب وتقدري تجيبيه، لكن انا شايفه ان هو مش ضروري. لما نقف على الخيار عشان اجيب ربع او اجيب نص او اجيب كيلو وهو ب40 جنيه، ليه حق البياع يغلي علينا الحاجه؟ ما احنا مش عارفين نعمل مقاطعه لاي حاجه، مش عارفين الحاجه تغلى، مش عارفين نوقف نفسنا شويه. يعني انا من ساعه ما غلى الخيار من اخر مره جبته معاكم في المشتريات انا ما جبتهوش تاني على فكره، داخله في شهر. يعني انا داخله في شهر ما دخلتش الخيار، او اكتر من شهر ما دخلتش الخيار بيتي. اللي هو ليه اجيبك بالسعر ده؟ يعني لو ما اتحطتش على السلطه، السلطه هتعيط، هتقولي والنبي خيارايه، مش هتقول. فما بجيبهوش بصراحه يا بنات. المهم هنا بقى انا بحب اعمل صينيه البطاطس من غير ما اضرب الطماطم في الخلاط. نقشر بصلايه ونجيب طماطمايه كده او اتنين، ونقطع البطاطس بتاعتنا زي ما انتم شايفين كده، وامسك الطماطمايه اقطعها حتت صغيره، وهقطع البصلايه طرنشات، وامسكهم كده ادعكهم في بعض بشويه ملح وفلفل وكمون وشويه زيت. تمام، لغايه ما يتبلوا كده معايا، وانزل عليهم بالبطاطس بتاعتي واقلبهم في بعض. حلو كده، حلو كده. يلا بينا بقى كده ندعي لاخواتنا المستضعفين في كل مكان، يا رب انصرهم نصرا عزيزا جميلا طيبا يتعجب له اهل السماء واهل الارض، اللهم امين. ويشفي مرضاهم ويرحم موتاهم وابويا واموات المسلمين اجمعين. ويا رب ارزق كل مشتاق بالذرية الصالحة عاجلا غير آجلا، ويرزق كل بنوتة بالزوج الصالح، وكل اللي نفسها في حاجة يا رب يديها وبزيادة، ويديكم ويعطيكم ويرزقكم ويرزق أزواجكم من حيث لا تحتسبوا ولا تدروا. دايما كده قولوا الحمد لله على كل حاجة في حياتكم. دايما نحمد ربنا، معانا ما معناش نحمد ربنا. بصوا ربنا سبحانه وتعالى مش ناسي حد. عارف انك انت يعني الدنيا شد عليكي قوي، فهيجي عليكي لحظة ربنا هيفرجها عليكي من واسع. فدايما لما تحسي ان انت في كرب قولي الحمد لله، هتلاقي ربنا فك كربك. طعم التوابل ده انا عايزه ارميه مش عارفه إيه، بيبقى جامد قوي وانا بفتحه. وساعات باجي مثلا احط الحاجه تيجي مكبوبه مره واحده الغطا يقع. هنا نسيت احط الملح، حبه ملح بقى وفلفل وكمون زي ما قلنا. وادعكي واشتغلي بايدك. اللي يقولك ما تشتغليش بايدك قولوا له انت بتشتغل بايدك في بيتك، مش عايزين نشتغل بايدي ليه؟ انا بشتغل بايدي في كل حاجه، ايدي نضيفه بتتغسل كل شويه اصلا في الميه، فما اشتغلش بيها ليه؟ فاهمين يا بنات؟ تشتغلوا بايديكم عادي جدا، الايد دي هي اكتر بركه في الدنيا تشتغلي بيها. بصوا انا كل ما اجي اسجل الفيديو ده يجيلي تليفون، حد يعدي بتاع اسعاف، مش عارفه اقول لكم ايه، اقسم بالله العظيم مش عارفه اقول ايه. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. بس عملنا بقى كده صينيه البطاطس بتاعتنا، تعالوا نحطها على النار كده تاخد غلوه، وبعد كده ندخلها الفرن بتاعنا. تمام، نلم بقى دنيتنا. عايزه اقول لك كده خلي ايدك في مطبخك، والنبي نفسي ارمي الطاسه دي يا جدعان، بس نفسي انزل اشتري واحده، خايفه ارميها وما انزلش اشتري، ما عنديش غيرها بصراحه. بس زودناها بقى كده شويه ميه وهسيبها تاخد غلوه وادخلها الفرن. بصوا بقى انا على طول بخلص اللي ورايا واغسل، يعني ايدي في الحوض طول ما انا شغاله، عشان على ما اخلص الاكل يكون حوضي زي الفل. تمام، صينيه البطاطس طلعت من بصوا البرام عامل ازاي، بصوا برام الرز عامل ازاي، يا خرابي على الجمال والطعامه. بصوا بقى يعني الشكل كفايه والله العظيم، شكل البرام كفايه عليا. غير بقى طعم الرز، الله 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 على جماله وحلاوته. ماما ربنا يديها الصحة بصراحة اللي معلميني دس الرز ده. إيه، بصوا يعني مش كل الاكل بيطلع زي نفس ماما بصراحه، في اكلات كتير ولادي يقولوا لي لا احنا هنروح ناكل عند تيتا، بس الرز ده ماما بصراحه الله يديها الصحه يا رب ويشفيها ويعفي عنها، هي اللي معلماني دس الرز بالطريقه دي. بجد طالعه معايا تحفه تحفه. حط بقى السمنه البلدي بتاعتنا او اي نوع سمنه بتحبيه انت، اللي متوفر عندك حطيه، ما فيش حاجه بتوقفنا. عندك سمنه هولندي حطي، عندك سمنه صفرا حطي، عندك زبده حطي، بلدي حطي، اللي ربنا رزقك بيه حطي. تمام، ما تقفيش عند حاجه معينه. بصي بقى هدخله بقى ايه، هو استوى بس انا عايزه ادخله بقى كده، حطيت السمنه بتاعتي عايزه ادخله ياخد سيكه كده في الفرن. ماشي، هنا بقى هوريكم ان هطلع الحمام ادخله الفرن يتحمر، انا مش بحب احمره في الزيت يا بنات،
انا بحب اديله كده دهنه سمنه بلدي او اي سمنه برضو زي ما قلت لكم، وادخله الفرن يحمر، مش يحمر، ينشف، اديله اللون الذهبي بتاعه بس مش اكتر. تمام، عشان الحمام ما يبقاش ناشف وانت بتاكليه عظم مش لحم. تمام. وكمان عايزه اقول لك ان الحمامه مش كبيره، فمش عايزاها تنشف معايا. بصي ما فيش رز، الحمام زي ما انت شايفه انا عملت حشيته، والراس اللي هي راس الحمامه رحت حطاها من تحت كده، قافله بيها، بدل ما اخيط الحمامه لا رحت قافله بالراس، فبالتالي ما نطرش معايا رز اصلا. بصي ما فيش رز في الشوربه ازاي. وعايزه اقول لك الشوربه بتاعته كانت تحفه، احنا شربنا الشوربه دي من جمالها بجد، كان طعمها حلو قوي، شربنا منه. هنا بقى هديله حته دهنه سمنه صغيره كده، وبعد كده ايه اللهم صل على سيدنا محمد، وبعد كده هدخله الفرن. عايزه بقى ان شاء الله الايام الجايه اعمل معاكم بقى الجبنه القريش، اعمل معاكم الزبده، اطلع لكم قشطه. يعني بصوا هو في حاجه كده، انا لو مش محتاجه الجبنه القريش دسمه، هودي اللبن بتاعي يتضرب، اللي هو اسمه ايه يا بنات، في مكنه كده بتضرب في اللبن تطلع لي كل القشطه الدسمه اللي فيه، اخدها اعملها زبده. تمام. لو انا محتاجه الجبنه القريش دسمه يعني بخيرها زي ما بيقولوا، مش هعملها، مش هوديها المكنه دي، هعملها في بيتي. تمام، برضو هصور لكم هنا وهناك. تمام. فانا عايزه الجبنه اصلا عايزاها للمش، اعملها جبنه قديمه، فمش فارقه معايا دسمه او مش دسمه، خلاص. يعني مش فارقه معايا بخيرها او مش خيرها، انا هعمل بيها جبنه قديمه. لكن لو هناكلها قريش كده فهي لا، انا حابه ان هي تبقى بخيرها. فانا لسه ما قررتش بصراحة إذا كنت هوديه المكنة يطلع لي القشطة اللي فيه كله وأعمل بيها الزبدة البلدي أو الزبدة الفلاحي، أو إن أنا هعملها في البيت وأطلع بقى بصراحة هي هتطلع كده كمية قشطة شوية صغيرة اللي هي هيتعمل بيها السمنة البلدي. تمام. هشوف الدنيا فيها إيه، وهجيب معاكم اللبن وهنعمله وهنشوف هنعمل فيه إيه. هنا بقى كنت خلاص خلصت الاكل زي ما انتم شايفين كده، وغرفته الحمام زي ما انتم شايفين زي الفل. هنا الرجل بتاعته اتقطعت وهو بيتسلق، اللي هناك دي انا مش بحب اسيب الرجل كده خالص، بحب ان انا اكتفها في الحمام. تمام. الرز مفرفر وجميل جدا، صينيه البطاطس كان طعمها حلو قوي والله يا بنات، بجد مش بقول اي كلام ولا بشكر في اكلي، لا. إيه، انا بجد كان طعم الاكل حلو. احيانا بنعمل اكل بيطلع معانا حلو قوي قوي، طعمه حلو ونفسه حلو. احيانا بنعمل اكل بنبقى حاسين ان في حاجه مش حاسه ان طعمه مش حلو، او مش حلو، يعني مش عارفه ملناش نفس ناكله بمعنى اصح، فاهميني. إيه، بس هنا بقى هغرف شويه شوربه كده من الشوربه بتاعتنا الجميله دي، طعمها حلو قوي والله يا بنات. وغرفت معاكم الرز، والرز اللي جوه الحمامه اللي كانت مدسوسه في الرز كان مستوي وكان جميل جدا. نفسي اقول لكم اتفضلوا معانا، بس احنا كنا خلاص، بس عينيا ليكوا يعني. الاكل كان طعمه حلو قوي بجد، كان ناقص كل حبايبي. ربنا يرضيكم ويرضى عنكم يا رب، ويرزقكم وتجيبوا كل اللي في نفسكم، اللهم امين. هنا بقى بصوا انا لسه، استنوا ما تمشوش، هنا بقى ده الاكل حبيت اوريه لكم. كان بقى انا قلت اشطب معاكم المطبخ، يعني هتسيبوني كده في المواعين، قلت بقى الم معاكم كده شويه المواعين واشجعكم عشان بعد الغدا تدخلوا تغسلوا المواعين بتاعتكم، ما تبيتوهاش في المطبخ وتعملوا لكم كركبه وهموش ووجع قلب. فقلت بقى ايه، تشجيع بتشجيع، يلا يا بنات بقى ايه ندخل نغسل المواعين بتاعتنا. عايزه اقول لكم حاجه، اول مره والله العظيم بتكلم بامانه، اول مره إيه برام الرز او طاجن الرز ما يباتش منه حبايه، اتمسح بمعنى كلمة اتمسح، زي ما انتوا شايفين كده فاضي، يمكن ما فيش غير حبات كده وحدات اللي هي في قعر البرام، لا كان لازق ولا كان في اي حاجة، بالعكس كان طعمه حلو جدا جدا. الولاد مسحوه بألف هنا وألف شفا على قلوبهم يا رب، اللهم امين. يعني لكل اللي كان منه ألف هنا، بجد كان حلو قوي. وكله بقى يقول لي والله تسلم ايديكي، عيال اول مره يقولوا ايه ده يا ماما الرز طعمه حلو قوي. فبجد جربيه، جربي انك انت تدسي رز تدسي الحمام في البرام، او تدسي الفراخ. عايزه اقول لك كمان الفراخ لما بتتبليها بالملح والفلفل وتدسيها في الرز بتبقى طعمها تحفه جدا، مش بس البيضه على فكره، حتى الفراخ البلدي، حتى البط
عايزه اقولك ان حماتي الله يرحمها ويحسن اليها كانت بتدس البط جوه الرز في البريم. كان عندي سلفتي الكبيرة برضو نفس الكلام، ربنا يديها الصحة، كانت برضو نفس الكلام بتعمل كده، وكان بيطلع مستوي وتطلعيه كده تحسي ان هو دايب دوب، يعني تمسكيه تحسي ان اللحمة بتنزل من ايدك كده من كتر ما هي دايبة في الرز. جربوا بس الطريقة دي وهتعجبكم ان شاء الله. ولو عندك طريقة تانية غير بتاعتي اكتبيها لي في الكومنتات وهنفذها معاكي واقول لك اذا كانت نجحت معايا ولا لا. يعني كلنا بنتعلم من بعض، وكلنا ستات بيوت شاطرة. انت عندك حاجة قولي لي وانا اعملها، انا عندي حاجة هقولك وتعمليها. بس ما تنسوش تحطوا لي لايك على الفيديو عشان خاطر الايام اللي فاتت بقالكم فيديوهين كده مريحين في اللايكات ليه؟ ها مريحين ليه؟ طبعا بهزر معاكم عشان في ناس بتطلع لي كده تقول لي وانت هتجبرينا نحط لايكات، وانت هتجبرينا نشاهد لك؟ لا يا ست الكل، والله مش هجبرك ولا اي حاجه، انا بتكلم يعني بعشمي مع الناس وبهزر وبضحك من عشمي مع الناس طبعا. بس برضو اللي وصلت معايا لغايه هنا تحط لي لايك على الفيديو. انا بقول لكم اهو، احسن هتلاقوني بخبط لكم على البيبان كده واقول لكم انتوا ما حطيتوليش لايك ليه يا جدعان؟ ها انت يا ست انت وهي ما حطيتيش لايك ليه؟ اللايكات قليله قوي، عشان كده الفيديوهين اللي فاتوا ما اقترحوش عشان ما فيش لايكات. ايه عندكم امتحانات؟ قولوا لي عندكم امتحانات؟ يعني الامتحانات بكره اجازه، ها بكره اجازه يعني هتسهروا النهارده براحتكم. حطوا بقى ايه لايكات حلوه كده، او لو الفيديو نزل لكم يعني، بس هو المفروض بكره اجازه بس الفيديو ممكن ما ينزلش النهارده، فانا وحظي بقى، انا وحظي. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. هنا بقى انا لميت دنيتي زي ما انتم شايفين، باين لي صدعتكم. والله باين لي كده صدعته. انا صدعت من نفسي اصلا. والله صدعت من نفسي وزوري وجعني. انتوا عارفين بقى ان انا عندي برد بس الحمد لله. بصوا انا عايزه اقول لكم من ساعه ما صحيت الصبح فطرت وخدت علاج السكر بتاعي ورحت شغاله بقى حاجه سخنه، اللي هو ايه الجو ساقعه بقى، فانا عماله بقى ايه اشرب بقى في ينسون واشرب في ليمون واشرب في حلبه، لما والله مش عارفه اقول لكم اللي فتحها مش عارفه على الرابع كده، مش عارفه ليه كده. وباكل مش عارفه المفروض اشرب حاجات سخنه بس لان بشرب حاجات سخنه ومعاها سندوتش، كل كوبايه سندوتش. لما هبقى ضرفيلي يا جدعان حد يوقفني، حد يقول لي يا ستي اقفي كفايه اكل. المهم كده نغسل بقى دنيتنا كده نروق مطبخنا ونخليه زي الفل. نمسح البوتاجاز، الورقه دي حاميه لي البوتاجاز، والله العظيم كنت بحب احطها بس بصوا حاميه البوتاجاز في ثانيه بتكون زي القشطه. والله خليها لما تجيب اخرها وبعدين ابقى اجيب واحده تانية. يا خوفي بس ان انا لما اجي ارفعها الاقي حاجه متسربه تحتيها ومبهدله لي البوتاجاز، مش عارفه بس انا حبكاها كويس يعني، فاهمين يعني اللي هو انا مجبسه البوتاجاز بيها. بس سهله في المسيح بصراحه يعني، تك 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 على طول يعني. بس بصوا المطبخ بقى زي الفل. عايزه اشتري فوط مطبخ عشان اللي عندي خلاص كده جابت اخرها وانا جبت اخري منها. والله ناقص حاجات كتير قوي عايزه انزل اشتريها. يلا نبقى ننزل مع بعض كده نشوف ايه اللي ناقص ونكتبه في ورقه وننزل ايه نشتريه. يلا انا وصلت معاكم لنهايه الفيديو، بحبكم في الله، ربنا يا رب يديمكم نعمه في حياتي جوه قلبي وفوق راسي. ما تنسوش تدعموا اختكم باللايك الحلو الجميل والكومنت الحلو اللي من قلوبكم. ربنا يجبركم جبر يتعجب له اهل السماء واهل الارض، اللهم امين. بحبكم في الله واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد وروتين جديد. وقولوا لي لو الحمام عجبكم، اكتبوا لي في الكومنتات ان الحمام عجبنا يا رشا وهنعمل الطريقه. عندك طريقه تانية اكتبيها لي في الكومنتات. السلام عليكم ورحمه الله.